أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. يا قادما بالتقى في عينك الحب طال اشتياقي فكم حييت يا رمضان. إن إدراك المرء لرمضان هو نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات. حييت يا رمضان. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. حييت يا شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حييت ألفا لا حييت واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن نتذكر إيمانا واحتسابا. ها أنت قد جئت يا رمضان، جئت يا رمضان، والقلوب لك مشتاقة والنفوس لك متجهزة. إن كم اشتقنا للقياك. أشهد أن لا إله إلا الله. لو تكلم رمضان ماذا سيقول وبأي الكلمات سيبدأ؟ هل سيستبشر أنه مر على أقوام مثلنا، أم أنه سيعاتب أكثرنا؟ أتراه مشتاق للقائنا، أم أنه ينتظر بفارغ الصبر فراقنا؟ إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. فإياك أن يأتيك الشيطان ويفترك أو يكسلك، فإنما هي أيام في هذه السنة تبقى سعيدا مرضيا عنك إذا اجتهدت فيها وقويت عزيمتك على عبادة الله فيها ونوعت الطاعات فيها، ما بين اعتكاف وما بين صلاة وما بين دعاء وما بين تضرع وقراءة قرآن. الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، هذه فائدة رمضان، هذه فائدة رمضان، هذه مهمة رمضان، هذه وظيفة رمضان، هذه أشغال رمضان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي حديث آخر: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ويا باغي الشر أقصر. فرصتك أيها الخطاب، فرصتك أيها المذنب هذه الأيام. أبواب الجنان تفتح، أبواب النيران تغلق، شياطين الجن تصفد يا عبد الله، المردة منهم تصفد. وأنا أوصي نفسي أولا وأوصي سائر المسلمين بأن يعظموا الله جل وعلا في قلوبهم، وأن يظهروا لربهم تبارك وتعالى قبل أن يأتي الشهر حاجتهم إلى غفران الذنوب، وأن يظهر العبد لله جل وعلا نيته في أن يصوم الشهر حتى يغفر الله خطيئته ويقبل توبته ويمحو ذنبه ويرفع درجته. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. أخي في الله، أهنئك بقدوم شهر رمضان، أهنئك بقدوم شهر رمضان، أهنئك بقدوم